ناس كتير بيكون موقفها غريب وسلبي من محاولات إحياء التراث المصري والدفاع عنه والاهتمام بالهوية المصرية والكلام عنها وتعليمها للأجيال الجاية، وبتستغرب من إصرار الشباب المصري الأصيل في الدفاع عنه وعن تاريخه وحضارته، وبيتعاملوا بسلبية غريبة وعجيبة، وبينتقدوا كتير من الشباب. لكن تفتكر هل ده تعامل جديد ولا كان موجود في عصور سابقة؟ من أكتر من 3500 سنة كان في ناس برضه مستغربة من المصريين اللي بيحاولوا إحياء الهوية. الطبيعي في أي عصر بيحصل فيه فترات ضعف وبيجي بعدها بفترات عدم ثقة في النفس بتصيب عدد من المصريين وبيبعدوا عن هويتهم المصرية وبيحاولوا ينسبوا نفسهم لهويات أخرى. ولكن بعد ما الدنيا بتبدأ ترجع لاستقرارها بيظهر نسبة من المصريين ينادوا في بقية أهلهم بضرورة الوعي بالذات والتمسك بالهوية المصرية وتكملة العمل على النهوض للمستوى اللي يليق بيه. وده اللي حصل بالظبط في عصر نهاية احتلال الهكسوس وبعد طرد الملك أحمس وجيشه للهكسوس وتحرير كامل أرض مصر. في الوقت ده كان برضه في مصريين كتير منهزمين نفسيا، بل إن كان في كتير منهم موقفهم سلبي. فاهتم الملك أحمس بحاجتين وهما بناء الدولة المصرية وبناء الشخصية المصرية من تاني والتوعية بالهوية المصرية هوية جدودهم، وأمر الكهنة والباحثين بالبحث في تاريخ وآثار الأسرات السابقة ونشر الوعي بالتاريخ المصري. والقراءة في التاريخ المصري كان من أهم وسيلة استخدمها الجنود المصريين لتقوية روحهم القتالية والفدائية. وبعدها بفترة جه الملك رمسيس الثاني وبدأ عملية ترميم للآثار المصرية بالكامل وأعاد الاحتفال بكامل الأعياد المصرية من تاني، اهتم بكامل العادات المصرية التراثية عشان يحافظ على التراث المصري. واستمر الأمر مع كل ملك مصري وكل أسرة مصرية اهتمت إنها تنهض بالأمة المصرية. وما تستغربش لما تشوف مصري مهتم بتراثه وتاريخه وبدافع وطني وحب لبلاده، لأنه سبق وجدودنا عملوها قبل كده.